السلام عليكم. جيت نعاود لكم قصه اللي كتبورش وغتخليكم كلكم مصدومات، حيت هادشي اللي وقع لي البنات ما عمرني سمعته وما عمرني سمعت شي حد عاودو. تخيلوا معايا، دخلت صاحب ولدي للدار وداكشي اللي داروا فيا كيبورش. اش غنقول لكم؟ ما عمرني صراحه يعني فكرت انا شي معصيه غتوقع في داري، وليت كل كنرجف لحمي شوك. انا خوتي هادشي ما كبرتش عليه وما تربيتش عليه صراحه، ولكن خطا ودرتو الشيطان حضر. ندمت على هادشي الندم الشديد، انا ما نكذب شيء، وبغيتكم كاملين تاخذوا العبره من هاد القصه، وبغيتكم ما تلومونيش. داكشي علاش خصكم انكم تسمعوا القصه ديالي من الاول حتى الاخر، باش تعرفوا السبب اللي خلاني نوصل لهادشي كامل. تخيلوا معايا البنات، انا عشت الفقر، وغالبا الناس اللي كيكونوا عايشين الفقر تيكونوا نيه بزاف بزاف. وهذا الشيء راكم كتشوفوه ملي كتمشيو لشي دوار، كتلاحظوا باللي الناس ديالو بساط بزاف ونيه وعلى قد الحال مساكن. بحال هكاك حتى انا كنت. هاد الصغر ديالي البنات كنت في واحد الدوار، اش نقول لكم، صغير قريب لمدينه اسفي. تما قريت الابتدائي ديالي، تما كنعقل على راسي. صافي دوزت البراءه بحال كاع البنات. ما كنعرف حتى شي حاجه، كانوا كيخافوا عليا والديا بزاف، من المدرسه للدار من الدار للمدرسه. انا الصراحه هادشي اللي دار صاحب ولدي في داري زعما، ملي كنتفكر كيفاش عشت وكيفاش كبرت، كنقول راه ما يمكنش، كنقول راه مستحيل، وانتم غادي تسمعوا غادي تفهموا. المهم هي هذيك البنات قريت الابتدائي ديالي، وكانوا عندي حتى انا احلام بحال البنات الصغارات. كنت كنقول حتى انا ما كرهتش يكونوا عندي الفلوس، ما كرهتش نتهلا في والديا، نصرف عليهم نفرحهم. حتى هما كانوا كيتمناو تكون عندهم طوموبيل يعيشوا حتى هما حياة زوينه. راكم عارفين لا مرضوا حتى هما يمشيو للطبيب، حتى هما يسافروا يمشيو للبحر. شحال ديال الحوايج صراحه كنا محرومين منهم في الصغر. هي هذيك ملي قريت الابتدائي ديالي وكملته، غالبا البنات غادي يجلسوا غير في الدار، كيبقاو يتسناو تيجيهم شي راجل. ولكن انا كان العكس تماما. بابا كان عنده طموح كبير، كان كيقول لي شوفي بنتي، انا راه بغيتك تقراي وتهزي هاد العائله، انت هي الامل الوحيد ديال هاد العائله. اعداديه البنات ما كانش في الدوار ديالنا، خصني ضروري نمشي نسافر لاسفي، وتما فين كاينه واحد عمتي خصني نعيش معاها. بقيت نعقل يا البنات، بابا قال لي واحد المره، انت راه هي كلشي في هاد العائله والامل ديالنا. الا بغيناك انك تمشي وتديها في قريتك فقط لا غير، ما تبقيش حدا غير الخوال الخاوي وتضيعي راسك وتضيعينا حتى حنا وتضيعي وقتك. انا خوتي فين ما كنت كنفكر ندير شي معصيه، نتعرف على شي والد وندير داكشي ديال المراهقه. راه ملي طلعت للاعداديه البنات لقيت في المدينه يا خوتي راه كلشي مباح، كلشي ممكن انه يدار، غير انت وضميرك، غير انت والاصل والفصل ديالك وعلاش تربيتي. صافي ملي كنت اخوتي كنبغي ندير شي معصيه، كنت كنتفكر بلي الاب ديالي راه قال لي يا بنتي ما تتبعيش هاد الطريق، راه حنا زعما معولين عليك. ايوا يا البنات، ملي تحولت لاسفي وبديت كنقرا تما الاعدادي والثانوي، كنت بنت نيه بزاف وداخله سوق راسي، وما كنتش كنعرف حتى حراميات كاع ابدا ابدا. هادشي اللي تعلمنا صراحه في الدوار، حيت كنا محافظين وداخلين سوق راسنا. ولكن بديت كنشوف بزاف 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 ديال الحوايج. بنت عمتي اللي مشيت لعندها ومشيت باش نقرا عندها، كانت بنت خارجه للطريق وكانت قادره انها دير اي حاجه، وكانت دائما كتبغي تجرني وكنقول لها لا. ايوا شوفوا يا البنات شحال وانا كنبعد على المعاصي، كنت كندير جهدي كامل غير باش نبقى في طريق الله، وما ندير لا هكا لا هكا، ما نتفافاش. وصبرت على بزاف ديال الحوايج. عمتي البنات شنو نقول لكم، كانت كتميز بيني وبين بنتها زعما. شحال مره كانت كتشري لبنتها حويجات، تشري لها اي حاجه خاصها، وانا ما كانتش كتسوق ليا بالمره. كنت كنحس صراحه بهذا الشيء وكنكمدو في قلبي، وكنبقى غير كنصبر وتنقول انا جايه لهنا. الهدف ديالي هو انني نقرا، باش نفرح والديا ماشي باش نشري الحوايج. ولا عمتي كاع ما بغاتش تشري ليا، الله يحسن العوان، كنقول راه مسكينه ما عندهاش، ربما ما بغاش تصرف زعما شي حاجه، صرف زعما فلوس على شي حد اخر. ديما كنت كندير لها تخريج اخوتي. ولكن ملي بديت كنحس بالفقر وبديت كنحس بالمعاناه ديال الفقر، وانا كنزيد كنتقلق وكنتعصب، وتنقول شي نهار بغيت حتى انا نكون مرفحه وعندي الفلوس. هات واحد الحاجه بغيت نقولها لكم، اي واحد كتلقاو عنده الفلوس وبدا من الزيرو، كتعرفوه بلي راه دازت عليه المعاناه العظيمه. حيت في الايام ديال الفقر راه حنا اللي كنحسوا بالفقير، وحنا اللي كنبداو نحسوا بديك المعاناه وكنبغيو نبدلوها. ما كنبغيوش الصراحه نكملوا حياتنا كامله وحنا في الفقر. والحاجه البنات اللي غادي تزيد تبدل لي حياتي، واللي غادي نزيد نحس بلي الدنيا دار ظالمه بزاف وصعيبه علينا يا البنات، هو الوقت اللي غادي تعيط ليا فيه الام ديالي وغادي تبكي وتشكي
وتقول لي باك راه توفى. انا يا البنات الاب ديالي ما كانش كبير، يعني تقريبا اش نقول لكم الخمسينات في العمر ديالو، ولكن توفى بالمرض الخبيث اللي ما كانش يعني سايق لي تحد ليه الاخبار. هو كان كيكمي وجاه الكونسير ديال الريه. عرفتوا يا البنات تما غتبدل لي حياتي كامله وتبدل لي النظره ديالي للدنيا عامه. ولا خاصني ضروري خصني ندير الفلوس، حيت كون كانوا عنده الفلوس يا البنات والديا ما كانوش غادي يعيشوا هذيك المعاناه كامله. وكنت غادي نقدر اني نداوي والديا وشحال من واحد داوى غير بالفلوس، وشحال من واحد غلب الكونسير غير بالفلوس. دائما كنسمعوا هذيك الهضره ديال السعاده ما كتجيش هي بالفلوس، ولكن يا البنات راه الفلوس كيشريو لك شحال من حاجه اللي تقدر تفرحك في ديك اللحظه وتقدري بها يعني تعيشي سعيده شويه. صافي هي هذيك البنات تما بديت كنطلع السقف ديال الطموحات ديالي. وليت دائما كنبغي نتعرف على شي راجل يعني اللي يكون تبارك الله عنده الفلوس. كنت كنمشي لجهه الاحياء اللي تيكونوا راقيين يعني في مدينه اسفي، تيكونوا فيهم الفيلات راكم عارفين والناس اللي معروفين تيكونوا عندهم شركات يعني مشاريع ديالهم. تما كنحاول نخدم عندهم وكنقول مع راسي الله وعسى نتعرف على شي راجل تما مزيان. صافي وليت كنقرا وفي نفس الوقت كندير الميناج. واخا كان عندي الباك كنت كنوافق بين القرايه والخدمه. هي هذيك بديت كنختار هذوك الدور اللي تيكونوا هما اللي هم مرفحين، وغادي نعرف بلي واحد السيد اللي مطلق وعايش بوحدو يعني كاين تما، وليت كنحاول دائما نمشي نخدم عنده. وخدمتي كنت كنديرها صراحه متقونه. انا الحدا كنت جايباها من الدوار عندي 10/10. هذه الحاجه اللي كنت كنعرف ندير هي هذه، كنجف في الدار من الفوق حتى لتحت. كنت انا البنات فام د ميناج. واخا هذاك الشيء كامل كنت مره كنصايب ليه شي بسيطيله شي كسكسو على حقه وطريقه، وكان كيفرح مسكين وتيعجبو الحال وما تنبغيش نشد عنده الفلوس، ولكن تيقول لي غير شدي بحال هكا. يا البنات دخلت ليه القلب ديالو، وفعلا واحد النهار غادي يعرض عليا الزواج. قال لي انا راه كنت كنمشي للدوار ديالكم، قال لي كنت كنقلب على شي بنت الناس ولكن انا راني ما لقيتش. قال لي انا كنت دائما باغي نتزوج يعني بشي وحده من الدوار، حيت المراه ديالي القديمه قال لي كان عندها الفلوس وما كانش ما زعما كانت انانيه وكان كيسحب لها راسها ما عرفت شكون. صافي وافقت، وكنت كنتمنى صراحه ان بابا كون حضر معايا في ديك اللحظه، حيت درت واحد العرس زوين بزاف وكاع داكشي اللي كنت كنتمنى صراحه وصلت ليه. هاد السيد كان عنده مشروع ديالو تبارك الله كيدخل منه فلوس صحيحه. درت معاه البنات 3 ديال الوليدات، 2 وليدات وبنيه. دابا الولد ديالي الكبير راهو تيقرا في مراكش، وعندي بنيه ووليد ساكنين معايا. البنت عندها 18 سنه والولد عنده 24 سنه دابا. كاع داكشي اللي كنت كنتمنى في الصغر صراحه هو اللي حققتيه البنات. كنت باغا دار ووليدات ونعيش سعيده مع شي راجل عنده الفلوس. وكنت يوميا كنطلب الرحمه على الاب ديالي، وكنت يعني كيبقى فيا الحال بزاف حيت ما تهليتش فيه وما شفتش هاد الحياه اللي وليت عايشاها دابا. صافي وليت كندخل وليداتي يقراو في احسن المدارس يعني الخاصه، وكنخلص عليهم فلوس صحيحه. وراكم عارفين البنات يعني في هاد المدارس الخاصه راه تيكونوا وليدات يعني مطلوقين اكثر من القياس، كيبقاو يدويو بالفرونسي لونجلي وتيكونوا منغامسين بزاف ديك الثقافه الاوروبيه. حتى هما تيتصاحبوا. ولا دويتي مع البنت وقلتي لها لا ما تلبسيش هاد المينيه تقول لك لا انت قديمه، انت كتزيدي فيه، هذا راه عصر اخر، هذا راه زمان اخر. وكتبقي البنات حتى كتقنعك. انا عشت في واحد العائله محافظه، هادشي بطبيعه الحال راه ما تيجيني شي عادي، ولكن الاب ديالهم كان كيف ما تنقولوا كيخليهم يديروا اللي بغاو. وهذه الحاجه الخايبه باش انك تزوجي شي واحد عنده الفلوس. اغلبيه التحكم مع رجال الاعمال يعني تيكونوا باغيين يتزوجوا بعيالاتهم، فهمتوا، تيكونوا زوينات عاطين العين وكيشدوا من عندهم هاد الثقافه يعني ديال البنت انها تقدر تلبس اللي بغات، والولد حتى هو يدير الصاحبه يعني ويتصاحب. وهذا الشيء البنات هو اللي غادي يكون يعني المعاناه ديالي في حياتي. واحد الولد اللي سميتو عادل كان صاحب ولدي، وحتى هو باه كان معروف في مدينه اسفي، وتبارك الله عندهم الفلوس والحمد لله يعني يسر ليهم الله بالمعقول. كنا كنجيبوا يعني الاساتذه اللي كيقريو ولدي كنجيبوهم حتى للدار باش يديروا لهم السويع، يعني كيزيدوا لهم الساعات الاضافيه. ايوا هاد الولد عادي اللي صاحب ولدي كانوا بزوجهم تيقراو في لافاك. عاد عندي ولد اخر يعني كان كيمشي يقرا في مراكش، والبنت الصغيره مازال في الليسي. صافي واحد النهار داري مع الاستاذ اللي كيزيد لوليداتي السويع ديال الماط، وهو يعني اللي كيقري عادل وصلاح اصلا في لافاك. كنت كنعطيهم واحد الصالير كبير بزاف في الفيلا، كيبقاو جالسين مع الاستاذ، وملي تيسايل الاستاذ وكيمشي في حاله كيسلم علينا صافي وتيمشيو بجوجهم كيدخلوا واحد البيت وكيبقاو جالسين يكملوا قرايتهم.
وبنتي كانت في البيت اللي حداهم. انا وراجلي كنا كنزلوا لاكاف وكنبقاو جالسين تما صافي، وكنخليوهم على خاطرهم. ايوا هذاك النهار يا البنات راجلي ما كانش، كنمشي عند ولدي استعمل لي في مراكش، وتما غتوقع المصيبه الكحله. انا مشيت لعند ولدي وصاحبو اللي كاينين عندي في الدار من بعد ما سالاو الحصه ديالهم ومشاو للبيت يكملوا القرايه ديالهم، وقلت لهم شوفوا وليداتي انا غادي ننزل لاكاف غادي نعس. قلت لهم لا احتاجتوا شي حاجه يعني هضروا معايا قولوها ليا. وهذا السيد اللي ولد زعما صاحب ولدي كنت كنتعامل معاه بحال ولدي، عزيز عليا، واصلا ما كندخلش اي واحد لداري، واخا السيد كيبان كبير ولكن راه بعقلو. وهذا الشيء صراحه اللي خليت زعما خلاني نثق فيه صراحه وندخلو حتى لقلب داري. هي هذيك بقيت ناعسه، دازت تقريبا واحد الساعه وصلني لي راجلي قال لي راني جاي دابا راني شاد الطريق، قال لي نوضي وجدي لي شي حاجه ناكلها. انا مالفاي البنات ملي كنزل نعس كيديني النعاس، نقدر نعس حتى 4 السوايع، هذا عيب فيا. ملي طلعت نوجد ليه الغدا، ملي دزت نطلع على ولادي كنلقى ولدي بوحدو يعني في البيت ناعس، ومحطوط حداهم واحد جوج ديال الكيسان العصير بزوجهم مشروبين. تنقول ويلي فين هو الصق عليا من الاخر، واش لولديك ما وقعت ليه شي حاجه؟ انا خوتي تخلعت، بس كنحرك في الولد ما كيتحركش، مشيت كنجري لبنتي نشوفها. هنا غتكون الصدمه ديالي البنات، البنت حتى هي ناعسه والولد كيتحرش بها بلا حشمه بلا حياه. عرفتوا ملي شفت داك المنظر ما عرفت ما ندير يا البنات، بديت كنغوت، بديت كنضرب في جنابي وتنعيط على راجلي كنقول ليه زعما جي عتقني. واش نقول لكم، خفت صراحه صق عليا ما يدير لي شي حاجه. انا كيسحاب ليا في الاول واش صفاه لبنتي وولدي، صافي رجليا فشلوا عليا، واحد المنظر ما فيه ما يتشاف. هرب صق عليا صافي، هزيت واحد الصل ديال الماء خويتو على ولدي، خويت على بنتي حتى هي، فاقوا ليا بزز وما قلت لهم حتى شي حاجه لحد الان. مشيت حتى هي عند بنتي وعرفت بلي داك ولد الحرام راه دار ليهم منوي في العصير. وشوفوا بنادم كيفاش داير، باقي لحد الان كيسولني ولدي تيقول لي علاش خويتي عليا الصل ديال الماء وانا كنت ناعس، واش انا غيبت ولا طاري ليا؟ قلت لي ما عرفتش، راه واقيلا نزل لك السكر ولا شي حاجه. قالت لي البنات اللي قلتها ليه راه غنوليو في القتيله، راه غيمشي يصفيها لي، راكم عارفين انا تنخاف، انا خفت اخوتي لا يدير شي مصيبه في راسو واللي خارجه على وليداتي. اش غنقول لكم صراحه ما عرفتش واش اتخذت صراحه القرار الصائب ملي ما كبرتش الحجم ديال المشكل، ولا اش نقول لكم ما خديتش الحق ديال ولادي. صراحه في ديك اللحظه كان كيبان لي غير نحميهم وصافي. هرب داك خينا مسخوط الوالده نهرب بحالو، وملي كنشوف زعما غير ولادي قدامي كنقول هذيك هي الدنيا وما فيها، بالاخص هاد الجرائم اللي ولاو دابا مؤخرا، وهادشي ديال القتيله وهاد التخربيق. كتلقى بنادم في لحظه غضب كيتهوى كيصفيها لشي واحد كيمشي للقبر، الاخر كيمشي للحبس. وانا ولدي اخوتي وراجلي راه ما كيتفكوش ما كيتعاتقوش، راه الا ساقوا الخبار راه كحالت عليا وكحالت على داك صق عليا اللي هرب. ايوا خوتي كانت هذه قصتي، والغرض ديالي من المعاوده هو انكم تستافدوا وما تدخلوش من ولا للدار، وحتى اللي دخلتوهم يبقاو عينكم عليهم 24 ساعه على 24 ساعه. وشكرا حيت سمعتوا القصه ديالي.